وتبدأ معنا المن هو، ويوجد هناك معركة، ونرى أن هناك شخصا مصاب وملقى على الأرض، ويقول: هل فقدت الوعي؟ ونراه يقف ويكمل: كم مرة من الوقت كنت فاقدا للوعي؟ ماذا عن المعركة؟ ما الذي حدث؟ ولكن يشعر بألم فظيع داخله، ويكمل ويقول وهو يمسك صدره ويقول: يبدو أن هناك بضعة أضلاع مكسورة. ويتنهد ويكمل: لكن ما زلت قادرا على الحركة. أين أعضاء الفريق الآخرين؟ ويلتفت حوله يا أصدقائي، ونرى أن أحد زملاء فريقه وهو من الإلف، ونراه وهو مصاب وراكن عند شجرة. ونرى أصدقائي أن المعركة إنها ضخمة، ويوجد يد عملاقة من الحجر ورأس كبيرة يا أصدقائي. ونرى أن أحد أعضاء الفريق أيضا مصاب تحت هذه اليد العملاقة. ونرى أن هناك راهبا أو كاهن، وهو يهجم بالتعويذات على أحد الوحوش، ويهجم عليهم ويفجر بهم المكان. ولكن يظهر شيطان عملاق بسيفه العملاق، وهو واقف أمام فارس، ويرفع يديه بهالة مظلمة ويقول: سلطة ملك الظلام. ونرى الفارس وهو مستغرب يا أصدقائي، ولكن إنها تلك السلطة، إنه يستدعي الأموات الأحياء. كل ذلك الشخص الذي كان مرمي على الأرض جيش من الأموات الأحياء. لا يزال يخفي هذا النوع من القوة، إنه وغد، ويرتدي قناعها الذي مثل الجمجمة ويصرخ ويقول: أيها الكاهن. ونرى الكاهن ينظر إليه وينادي عليه ويقول: أيها المحتال. ونتعرف على اسم المحتال يا أصدقائي، إنها فئة المحتال، هي نموذج شائع في ألعاب تقمص الأدوار الخيالية، وتتميز هذه الفئة بالتخفي وإتقان المهارات والقتال الدقيق. ويكمل ذلك المحتال ويقول له: السلطة. ونرى الكاهن وهو يحضر التعويذات ويقول: يا من أدركت السلطة، من فضلك أعرنا قوتك. سلطة النور، النسيان المؤلم. ونرى تلك الهالة وهي تأتي إلى المحتال، ويهجم المحتال على الوحوش ويقطعهم يمين وشمال، ويدخل داخل صفوفهم يا أصدقائي ويدمرهم ويقطعهم إربا إربا. ونراه واقفا ويقول: دع كل المعاقين لي. ويصرخ من الحماس، ولكن وينده على البطل. ونرى البطل وهو واقف أمام ذلك الشيطان، ونرى الشيطان وهو يهجم عليه، ولكن البطل واقف يا أصدقائي ويتصدى لتلك الهجمة. ويهجم البطل على الشيطان أيضا ويصيبه في جسده، ولكن تلك الهجمات لا تؤثر على ذلك الشيطان، ويهجم الشيطان عليه بضربة قاطعة. لكن ونرى الشيطان وهو يهجم عليه، ولكن البطل يهجم عليه في نفس اللحظة، وتظهر طاقة من الاصطدام يا أصدقائي. ونرى البطل وهو مستغرب من شيء ما، ونرى البطل وهو يحضر هجمة ويقطع بها ذراعه. ونرى أن الشيطان جلس على الأرض يا أصدقائي، ونرى أن يديه مقطوعة، ويرفع الفارس البطل السيف أمام وجهه ويقول: لقد انتهيت يا ملك الشياطين. ويقول ملك الشياطين: ننتهي لنهايتي بعد. ونرى يا أصدقاء أن اليد التي قطعها تخرج يد مكانها وتمسك بالبطل. ويقول الشيطان: هي ببساطة حلقة مستمرة. ونرى البطل وهو مستغرب ويقول: هل يخطط لتدمير نفسه؟ ولكن يا أصدقائي المحتال يأتي من فوق ويقول: يا هذا. ويقول البطل له: ماذا تفعل؟ ولكن يا أصدقائي المحتال يقطع ذراع الشيطان مرة أخرى ويقول: إذا كنت ستموت. وهو يهجم عليه ويكمل: فلنذهب معا. ونرى الانفجار، ونرى البطل وهو ينده على المحتال، ولكن يا أصدقائي نرى شعلة بسيطة، وتلك الشعلة تكون نقطة في ماء ويقول: انتقال الهاوية. ونرى أن هناك عمودا أسود يا أصدقائي وهو يخرج من الأرض. ويقول الكاهن: ما هذا العمود الأسود بالضبط؟ ونراه متفاجئا، ونرى أن المحتال من وسط الغبار يا أصدقائي. ويقول البطل له: أيها المحتال، أنت بخير؟ ولكن ينصدم مما رآه أمامه. ونرى أن المحتال يا أصدقائي قد فقد ذراع من أذرعته، ويكون واقف أمام الشيطان، والشيطان ما زال حيا. ويقول الشيطان: أنا أسرعت إلى هنا لا أشهد جلالته يرث عرش القوة، ومع ذلك في النهاية أكان كل ذلك مجرد موت بلا معنى. ونراه وهو يمد يده يا أصدقائي، ولكن المحتال يركله في وجهه وينظر إليه، ويقول المحتال في نفسه: لقد نجا. هل هذا يعني أن هذا الشخص يمتلكها أيضا؟ ويهجم على بطلنا يا أصدقائي ويقول: الأهلية لنيل عرش السلطة. ويصرخ المحتال ويقول: الآن هو الوقت. ونرى الكاهن وهو يلقي أحد التعاويذ
على البطل، وينطلق البطل يا أصدقائي ويقول: سلطة النور أي السيف المقدس، سيف إيدي سكول القتال. ونرى يا أصدقائي أنه قسم الشيطان إلى نصفين ويسقط على الأرض، ونرى الكاهن من وسط الغبار وتلك المدعكة ويقول: هل أنتما بخير؟ وينادي عليه البطل ويقول: أيها الكاهن، هل تأتي إلى هنا؟ نحن هنا. ويقول الكاهن: إذا كنت هنا يا للسعادة. ويذهب إليه، ولكن يا أصدقائي يرى الصدمة ويقول: جسد المحتال إنه يتجدد من جديد. ويقول الشيطان: هل تلقيت البركة جيدا؟ ونراهم هم مستغربون مما يقول. ويكمل الشيطان: كنت مرتبكا قليلا، لكن هكذا ما يجب. ويقول البطل: ملك الظلام، ما زلت على قيد الحياة. ويقول ملك الظلام: لا تقلق يا بطل، جسد المادي قد أدى غرضه بالفعل وهو ينهار الآن. هذا هو انتصارك. رسالتي الأخيرة، قصتي تنتهي هنا. ونرى البطل وهو ينظر إليه. ويكمل الشيطان: الآن دورك، ستجبر على اتخاذ خيارات لا حصر لها، وستسقط في اليأس أكثر فأكثر، حتى لو سقطت مسكلا بالمسؤولية التي ألقيتها عليك. ونرى الشيطان وهو يقول كلماته الأخيرة، وينظر إليه الكاهن والبطل. ويقول الشيطان: لا تتوقف وتحرك إلى الأمام، ليكن رحلتك نهاية مختلفة عن نهايتي، مختلفة عنا نحن الذين كنا فارغين، عنا نحن الذين كنا حمقى، مختلفة. ويقول آخر أنفاسه يا أصدقائي ويتلاشى في الهواء. ونرى البطلان وهم مستغربان مما قال. ويكمل: انتهت المعركة بين البطل وملك الظلام على مصير العالم بهذه الطريقة. ونرى شخصا ما وهو يتقدم، ولكن يا أصدقائي هم أبطالنا الذين كانوا مدمرين من شوية. ونرى الشعب وهم يحتفلون بعودتهم. ويكمل ذلك الشخص: بعد ذلك مر الوقت بسرعة غامضة. نرى أحد العجائز وهو يمسك أحد الأبطال. ويقول ذلك الشخص أيضا: مدير مدرسة السحر قبض على الساحر وأعاده إلى المدرسة والإلف، كما شعرت الإلف في رحلة العودة إلى وطنها. وقال الكاهن وداعه الأخير وغادر إلى العالم العلماني مرة أخرى. والبطل يا أصدقائي نراه وهو يتتوج ملكا، ونرى المحتال وهو واقف. ويكمل: ويا أصدقائي إن الذي يتكلم هو المحتال. يقول ذلك الشخص: عاد أيضا إلى مكانه الأصلي، تلاشى النور الكاذب، تنفست الحياة تحت الشمس كما لو لم يحدث شيء أبدا، ودع الخوف حياتنا اليومية. ونراه يا أصدقائي وهو يبتسم ابتسامة راضية، وأنا عايزك تفتكر هذه الابتسامة يا صديقي. ويكمل: وهكذا استمر العصر السلام لفترة طويلة، وبعد حوالي 150 عاما ونرى يا أصدقائي غابة مظلمة، ونرى هذا الهيكل العظمي وهو يقول: أنا أيضا. ويتكلم ذلك الهيكل العظمي ويقول: هل هذه كان نزلة برد يا أصدقائي؟ وترى أنه، ونرى أن ذلك الشخص هو المحتال، واسمه بنليرا البطل السابق عدو في الفريق، وفئته المحتال، وعمره هو 150 سنة. ويا أصدقائي أنا من مكان هذا لن أنطق هذا الاسم، سوف أسميها المحتال على ما هو. ويكمل: الجبال التي بدأت وكأنها لن تنهار أبدا انهارت وأصبحت صحراء. هل الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو النجوم في السماء وأنا فقط. ونراه يا أصدقائي وهو يائس ويقول: حتى أنت تغيرت. وينظر إلى يديه يا أصدقائي وهو يهمهم ويقول: لعنة الخلود، ما يسمى ببركة أعطاني إياها ملك الشياطين قبل موته، ولعنة لن تزول أبدا. الخلود لأي غرض؟ طبعا يا أصدقائي هذا كلام فيستي خالص، نحن مؤمنون وموحدون بالله. وطالما وصلنا هنا يا أصدقائي لا تنسى الصلاة على النبي. ويكمل: إذا لم أستطع حتى أن أختفي ويجب أن أظل موجودا فقط، ما المعنى من ذلك؟ إذا كان علي أن أكون وحيدا إلى الأبد. ونرى أن هناك نجم يسقط، ونرى أحدا ما وهو يقول: نجم ساقط وهيكل عظمي أيضا.
ونرى أن هناك طفلا يقترب من المحتال يا أصدقائي، ويقول المحتال بعد 150 سنة من المعركة مع ملك الظلام الوقت الذي توقف، ونرى الطفل واقف أمامه ويكمل بدأ يتدفق مجددا. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة. عجبتك؟ شاركني رأيك في كومنت. عايز نكمل في الحكاية دي؟ ماشي، مش عايز نشوف واحدة غيرها.